اخبار الاهلي النهارده. امير توفيق ما فضلش فايق عن قناه النادي الاهلي عشان خاطر الفلوس، طلع النهارده وكذب الخبر ده. كريم فؤاد طلع وقال ان شاء الله هيرجع من الاصابه بعد 6 او 7 شهور. وسامي قمصان طلع وقال مفيش اي عقوبه تمت على يحيى عطيه الله. فاكرين من شهر لما قلت لكم يا جماعه الاهلي مش بيعمل صفقات ومش بخيل عشان خاطر في رقم بيدفعه كل شهر؟ النهارده خالد مرتجى طلع وقال يا جماعه حميد عنده حق. بهزر يعني. النهارده خالد مرتجى طلع وقال في مبلغ مهول بيدفع بالدولار كل شهر بيحتم على النادي الاهلي اللي هو بيضايقه في المصاريف، فبالتالي الاهلي بيبص للمصاريف دي اكتر ما هو بيصرف فلوس في الصفقات. فعشان كده الاهلي فضل ان يحافظ على المصاريف اللي بتدفع كل شهر دي عن المصاريف بتاعت الصفقات. اذا ما فيش تقشف واذا ما فيش بخل. هاني رمزي مش هيمسك مدير تعاقدات. امير توفيق هيقاضي القندوسي بعد ما التحقيقات كلها تخلص في النادي الاهلي. حضور 52 ألف مشجع أهلاوي في مباراة الأهلي والعين، والتذاكر هتطلع في موقع تذكرتي قبل المباراة ب6 أو 5 أيام. بعد ما الأهلي أعلن إنه هيبيع القندوسي للبيع، زد وسيراميكا بعتوا للنادي الأهلي إن هم عايزين يشتروا القندوسي، ولكن الزمالك لسه لغايه دلوقتي ما عادش اي حاجه. بس هو عامه زي ما الشهور بيقول كده الزمالك بيترقب من بعيد. أراك ضاحكا.